اهلا بيكم يا حبايب قلبي، ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ عملنا كبدة جميلة احلى من كبدة المطاعم وجميلة جدا، وشوية سلطة خضروات جميلة كده. فمفيش احلى من كده، توفير ونظافة في البيت. اهي قطعنا البصل بتاعنا دواير كده اهي، حوالي 5 6 بصلات كده حلوين. ادي الكبدة كده بصل تبقى طعمها جميل مع الفلفل حامي على بارد مع 3 فصوص من الثوم. الثوم بيعمل نكهة وطعم جميل قوي يا جماعة في الكبدة بالذات. كبدة بتحب الثوم والكمون طبعا، وانتم متابعين يا حبايبي عارفين. ما تنسونيش في اللايكات وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايب قلبي. اهو، ايه رأيكم؟ كل حاجة يعني البصل طبعا دبل الاول خالص، وبعدين حطيت الحاجات بتاعتي طبعا، الفلفل والثوم، وبعد كده نزلت بالكبدة بتاعتنا اهي. بطريقة سهلة وبسيطة تنفع في رمضان يا حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا الأيام بخير وسعادة يا رب، ويعيننا وقوينا. اهو الكمون بتاعنا، حط كمونة يعني معلقة كبيرة حلوة كده، انا عشان حطيت كذا معلقة صغيرة اهو. ده مكعب ماجي بسيط كده، عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة خلاص حسب الرغبة. اهو الملح بتاعنا برضو، ومعانا ليمونة كاملة عصرتها، لو في خل يبقى احسن، بس انا عشان ما فيش خل فحطيت ليمون، يعني الاتنين زي بعض الخل والليمون. يخلي الكبده تطرى كده وتبقى جميله وملهاش اي ريحه، وكانت جميله يا جماعه والله، كانت طعمها زي العسل اهي. يعني بصوا هتقولوا طاسه كده، انا بوريكم ان الطاسه، انا بحب الكبده كده تبقى ايه، شاربه الدهون بتاعتنا. انا يا دوبك اللي حطيتها لها معلقه زيت بس بسيطه، ولو في زبده كانت تبقى خطيره وجميله اهي. بوريها لكم بعد ما خلصناها، هي متاخدش وقت خالص، مكوناتها بسيطه جدا، بصل فلفل بارد على حامي على فصين توم مع البهارات بتاعتنا. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي بقى؟ اهو شويه خضره جرجير كده مع السلطه بتاعتنا برضو الجميله اهي يا حبايب قلبي. ايه رايكم؟ وجبه جميله وسريعه برضو، وتنفع في الاوقات الصعبه اللي يكون الواحده مش قادره تعمل اكل، فتعملها وجبه سريعه وسهله. متنسوش تصلوا على النبي يا حبايب قلبي اهو. ايه رايكم؟ ما تنسونيش كده في اللايكات الحلوه والكومنتات الجميله. تصبحوا على